طيب 10 اواخر جم من رمضان، رمضان جه بسرعه جدا، نعمل ايه؟ طيب ببساطه شديده، لو انت شايف انه خلاص كده انا ما عملتش اي حاجه للاسف، رمضان جه، يلا رمضان الجاي ان شاء الله هحاول ابتدي بعد رمضان او الكلام ده كله، بحب اقول لك ان ده غلط. والفكر ده على فكره هيخليك ان انت تاجل تاجل تاجل، ومش هتعمل اي حاجه ابدا. احنا المفروض ان احنا نبتدي من دلوقتي. انت بتحاسب على نيتك، مش بتحاسب على ان انت يعني عشان ضيعت وقت. خلاص ضيعت وقت مش مشكله، ربنا يغفر، ربنا يسامح. والرسول صلى الله عليه وسلم قال خاب وخسر هو من ادرك رمضان ولم يغفر له. طب نعمل ايه؟ اول حاجه الخطه مهمه جدا. ايه الخطه اللي تعمل؟ ببساطه شديده عشان ما نضيعش وقت كتير، انت دلوقتي محتاج تقرا قران ومحتاج تفهم قران، ده خلي ده هدفك، ومحتاج تقيم ليل بالذات في العشر الاواخر، تقرا قران، تفهم قران، تقيم ليل، وطبعا تطلع صدقه، لانه لو ادركت ليله القدر وانت بتطلع صدقه هيبقى كانك بتطلع صدقه 84 سنه. في نفس الوقت محتاجين ان احنا نحاول نطعم الناس، لو ما عرفناش ما عندناش امكانيات ماديه خلاص نحتاج صدقه 10 5 جنيه ايا يكن. الفلوس قيمتها عند ربنا مش بكثرتها، الفكره بالنيه. انت مطلع الفلوس دي عشان تساعد اخواتك اللي معهمش، اللي ما يملكوش، فربنا يزيدك في رزقك ان شاء الله. طيب ايه الخطه؟ اول حاجه تجيب حد شيخ زي مشاري راشد، اي شيخ انت بتحبه، وتقرا معاه. هتقولي طب ده بيقرا بتجويد مش عارف ايه، اقرا معاه زي ما تقرا عك. اهم حاجه انت يكون في حد تقرا وراه، بحيث ان انت تبقى على سرعته. الشيوخ بيختموا القران تقريبا في حوالي 23 24 ساعه كامله قرايه، فانت بالنسبه لك لو قريت كل يوم 5 ساعات ممكن تختم القران في 5 ايام بس، 5 اجزاء كل يوم. فانت بالنسبه لك انت ممكن تختم ختمتين لحد نهايه رمضان، فانت ممكن تختم ختمه بالنهار، وبالليل اقعد امسك المصحف كده واقعد صلي قيام ليل ركعتين في 4 في 8 وايا يكن بقى. اعمل معسكر واقرا اللي تقراه. على فكره لو ما ختمتش مش مهم، بس اعمل اللي بقول لك عليه ده، دي اول حاجه. تاني حاجه فهم القران. عايزين نتفق ان من هنا في رمضان وبعد رمضان ان احنا كل يوم هنبص في تفسير وش صفحه بس من المصحف. ده هياخد منك 3 سنين ونص، مش مشكله، ما تبصش الوقت انت عملت ايه في 3 سنين ونص اللي فاتوا من حياتك. الصدقه زي ما قلنا 5 جنيه، شكرا انت بالنسبه لك كده تمام. وتوضيح اخير، ليله القدر الليله، الليالي الفرديه عامه اللي هيبقى منهم ليله القدر ان شاء الله، الليله بتحتسب من بعد المغرب. يعني النهارده مثلا 19، فبعد المغرب اول ما المغرب يعدي النهارده هتبقى ليله 20. يوم الثلاث تبقى ليله 21، عشان هو يبقى يوم 20 اول ما المغرب يأذن تبقى ليله 21 من المغرب للفجر، فما نضيعش ليله الفجر ليله القدر. اول ما المغرب يأذن عارف محارب تقعد طول الليل ذكر وقرايه وتفسير في القران وما تضيعش لحظه، لان انت لو ادركت ليله القدر تاخد كل اللي انت هتعمله، كل الثواب اللي انت هتعمله هتحاسب عليه كانك عملته متواصل 84 سنه. دي حاجه ما تتحسبش، يعني مش هتعرف تحسب انت خدت حسنات قد ايه ولا ثواب قد ايه. ما تنساش ان ربنا كل انه الثواب عند ربنا في رمضان هو يقدر يضاعفه زي كما يشاء، زي ما ربنا قال. ما تخذلش نفسك.